هاي يا حلوين، أول شي بدي أشكركن عن جد على تفاعلكن على هيدي سلسلة تعليم الميك اب بأجزاء 6. اليوم هو الدورة التدريبية الجزء 6 بلوك كمان أصعب، واللي الجداد وهلأ فاتوا وطلع قدامهم هيدا الفيديو. نحن عم نعمل سلسلة تدريبية للمبتدئين من الصفر، يعني فيك تبلشي تحضري بالحلقة 1 وصولا إلى حلقة 6، لأنه عم نتدرج باللوكات من الأسهل إلى الأصعب إلى الأصعب حتى إن شاء الله تحترفي ميك اب العيون. فتابعوا خطوة بخطوة، وبليز بليز بليز بالأول ما تنسوا لي اللايك. طريقة تأسيس العيون بنات حكيت عنها بشكل يعني تفصيلي موسع مشروح، كيف بتأسسوا للعين، كيف بتحطوا، كيف تختاروا الكونسيلر، إذا بدكم آي شادو برايمر، إذا لا فما رح أعيد منشان ما نكون عم نكرر نفس المعلومات. بس انتوا تأكدوا انكم تحضروا كل الفيديوهات اللي سبق وشرحتها عشان تتأكدوا من انه كل الخطوات عم تبدوها بشكل صحيح. أخذت لون بني تقريبا بني جوزي، حطيته باستخدام فرشاة مزاوية يعني على زاوية العين، وبلشت طبقه خطوة بخطوة على زاوية العين. من بعدها بنت جبت فرشاة فاضية. هيدي الفرشاة الفاضية لازم تكون موجودة عندكم، هيدي الفرشاة لأنه كتير بتساعدكم بالدمج. إذا كنتوا ما نكون عارفين وين تروحوا باللون بيلزمكم هيدي الفرشاة الفاضية بس تكون عم تدمج لكم الأطراف. بعدها بفرشاة زاوية كمان صغيرة أخذت لون بني بني ترابي، يعني مش على شيء محمر أو شيء، لا لون البني الصحيح. حطيته على زاوية العين بشكل هيك يكون محدود بزاوية العين بس. يعني هيدي الفرشاة كتير بتساعدني إني كون بس عم غمق أطراف زاوية العين. ومن بعد رجعت لأول فرشاة حطيت فيها أول لون وصرت أدمج الألوان مع بعضهم. هيدي أول فرشاة كتير بتساعدني إنه الألوان تكون عم تتداخل مع بعضها بشكل كتير يطلع حلو ومدموج على سوا. هون بنات لمرحلة استخدام لون، وعم نستخدم اللون الزيتي. هيدي الألوان كتير دقيقة، فأنا هون عم بحرص إني فاجيكم كيف بتمسكوا الفرشات. ما لازم تكونوا شادين على الفرشات بإيدكم. الشد إنكم تكونوا عم تضغطوا على الفرشات، هيدا الشي بيثبت الفرشات بمكان معين، بتبطل فيكم تدمجوه، بتحسوا إنه في شي هيك لا ما عم يندمج. فأنتوا بالراحة من أواخر الفرشات امسكوها هيك بشكل كتير خفيف وبلشوا ادمجوا فيها، حركوها هيك بسلاسية. رح تلاقوا إنه اللون حتى لو كان صعب مثل الأخضر عم يندمج معكم وما في أي مشاكل. هيدي البالت بنات إذا بتسألوني من وين هي، من شي جلام. كتير ألوانها حلوة وألوانها زيتية، كتير مناسبة حتى هلأ كمان لفصل الشتاء. هيدي الألوان بتجنن. من بعد حطيته هيدا اللون الشمر بإصبعي وحطيته دغري على فوق الجفن. طلع قديش طلع حلو. على فكرة كتير منكم سألني من وين اللون اللي حطيتيه فوق عيونك، فهو من هيدي البالت من شي جلام. رح اكتب لكم اسمها بصندوق الوصف. ورجعت أخذت لونين بنيات، واللون فيه شوي على الرمادي منشان هيك شوي موه الأي شادو من زاوية العين الخارجية. بعدها رح مد الفاونديشن والكونسيلر على تحت العين. وبنات بليز بليز بدي دعمكم، لأنه إن شاء الله مثل ما وعدتكم إذا لقيت في أكتر تفاعل على فيديوهات الدورة التدريبية تبع العيون رح كمل كمان فيديوهات تدريبية لمكياج الوجه، كامل التفاصيل الخطوات كل شي بتحتاجوه بهيدي الدورة. تحت العين حطيت الباودر من شارلوت تيلبري. هيدي هي الكومباكت باودر الوحيدة اللي ممكن حطها تحت العين. بتعرفوني أنا دايما بستخدم اللوز باودر أو البودرة الحرة، بس هيدي الكومباكت باودر الوحيدة اللي أنا ممكن حطها تحت العين، لأنه عن جد الإفيه تبعها مثل ما أنتم شايفين فلتة تحت العين، فكتير حلوة. جوا العين رح استخدم قلم بالكحلة الخضرة هيك زيتي من مكياجي. بدي كحل فيه جوا العين مشان يعطيني هيك يعني زيتي إذا بدكن اللون، بس لقيته طلع أكتر على أخضر. فهلأ بتابعوا بالخطوة الثانية شو قمت عملت.
رجعت حطيت قدم الكحل الأسود مشان أكثر اللون الأخضر ويصير أكتر على زيتي. وبنات كمان هيدي الخطوة ما تنسوها، إنه الكحل السوداء كمان حطوها على الرموش العلوية محل ما بدكم تحطوا الماسكارا أو تركبوا الرموش، لأنه هيدا الخطوة بتخلي الرموش مبينين هيك أكتر، فيهم كثافة ومبينين إنه معبيين بشكل أحلى. الكحلة على تحت العين جعت دمجتها بفرشة هيك صغيرة وطلعتها لخارج العين، يعني مشان تسحب العين وتكون السحبة للعين متكاملة. على فكرة كتير في ناس بتخلص كامل مكياج العيون وهيدا الخطوة إنهم يسحبوا سحبة العين يعني على الرمش السفلي والفوق، بحس انه بتطلع معهم شيء منه حلو. فكمان هيدي التريك او هيدي الخطوة كتير مهمة انكم تتعلموها عشان يطلع لوك العين كامل متكامل. الماسكارا من ياس سانت لوران. من بعدها رح اجيب قلم، مش القلم اللي هو الكحلة السائلة من مكياجي لحتى ارسم مدمع العين، زاوية العين. هلا اذا اسهل عليكم بنات ركبوا الرموش، اذا في حال بدكم تركبوا الرموش من بعد ارسموا مدمع العين. هيدا الخطوة تركيب الرموش يعني بتسهل عليكم رسم مدمع العين اذا كنتوا بعدكم بتلاقوا صعوبة بانكم ترسموها. للرموش حطيت نصف رمش تقريبا من وسط العين ل يعني زاوية العين الخارجية. بفرشات بس جيت هيك موهت الاي شادو على زاوية العين الخارجية، لانه هيدي الفاينل تاتش صراحة احيانا كتير بيكون لها دور كبير انها تكمل عندكم اللوك. اذا في شيء مثلا لون منه مدموج على سوا، لو بدكم تمدوه اكتر اعطوه هيدي الخطوة، خلوها كفاينل ستيب عشان تكملوا الميك اب لوك تبعكم. هيك بنات بيكون خلص هيدا المكياج لليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الخطوات. بليز قبل ما تفلوا ما تنسوا لي اللايك، رح احط لكم السوشيال ميديا تبعي كلها هونيك، ما تنسوا تتابعوني. بليز كمان فعلوا زر الاشعارات لانه ان شاء الله قريبا في مفاجأة لكم كلكم حاشاركها معكم باذن الله. See you. باي باي.